الصحراء مغربية، مجلس الأمن بالأغلبية بالإجماع يصوت على أن الصحراء مغربية، أراضي مغربية، الحكم الذاتي هو الحل، الصحراء مغربية. مبروك لإخواتنا المغاربة، مليون مبروك لكل إخواتي وحبايبي المغاربة. النهاردة المغرب بتقول كلمتها، وفي عهد الملك محمد السادس نجاحات بسم الله ما شاء الله تاريخية، نجاحات عديدة بسم الله ما شاء الله. النهاردة المغرب مش كسبت كاس العالم للشباب أو الكبار، لا، النهاردة المغرب بتكسب العالم كله في إن الصحراء مغربية. طبعا احنا شايفين اللي بيقولوا الصحراء مش مغربية، ودول بنقول لهم يا ريت بقى تسمعوا الكلام او تبطلوا كلام، ولا اما مصلحتكم مع المغرب لا اما مع نفسكم، وافضلوا هاتوا خلاص الصحراء مغربيه. انتصار وفرحه في مجلس الامن بعد القرار والتصويت بالاجماع، حاجه تفرح المصريين وتفرحني انا شخصيا. ايه هي؟ ان بلدي مصر محترفه ان الصحراء مغربيه من زمان قوي. والعلاقات وزير الخارجية هنا في المغرب كذا مرة يطلع ويؤكد ان هو منضم للمغرب ومع المغرب والصحراء المغربية. ده شرف ليا. تخيل انا في المغرب حاليا، او حبنا للمغرب، ومصر مش محترفة بالصحراء المغربية، يبقى في حساسية، هبقى انا زعلان. ولكن النهاردة الحمد لله مصر صح، المغرب صح، العالم كله صح. انتوا بس اللي غلط، ومصلحتكم ترجعوا وتراجعوا نفسكم وتغيروا من اللي انتوا بتعملوه ده. من مصلحتكم انكم تكونوا مع المغرب، الشعب الجزائري والشعب المغربي ايد واحده واخوات. ولكن السياسه الغلطه دي بتخلي الشعب، بتخلي فيه تعصب هنا وتعصب هنا. يا جماعه الصحراء مغربيه، لازم الناس كلها تفهم الصحراء مغربيه. ويا رب تسمعوا الكلام، ويا رب بقى نخلص من الموضوع ده، ويا رب نفتح بقى ايه يعني حياه جديده، وتغيروا سياستكم وتنضموا للسياسه اللي هي بتحترف ان الصحراء مغربيه. مليون مبروك لاخواتي المغاربه. حاجه تفرح، حاجه تفرح، حاجه تفرح وتفرح كمان. في الاول كان لسه مجلس الامن ما طلعش قراره، ولكن الحمد لله النهارده بيطلع القرار وبيؤكد ان الصحراء مغربيه، ومن حق المغاربه يحتفلوا، ومن حق اخواتي المغاربه يفرحوا بالانتصار ده. النهارده يوم انتصار، انت كسبت، مش كسبت الصحراء، هي كده كده الصحراء مغربيه، ولكن انت كسبت انك انت تقنع وتثبت للعالم كله، والعالم كله يقول كلمته ويأكد كلمتك. فده انتصار، ده انتصار مغربي جديد. بنعيش انتصارات وبنعيش حاجات حلوة في المغرب، وبنشاهد حاجات حلوة وجميلة ان شاء الله. بالمناسبة دي بإذن الله بإذن الله بإذن الله قبل ما هنزل مصر ان شاء الله نروح ونمسك العلم المغربي ونرفعه في الصحراء ونقول الصحراء مغربية. وانا مش بقول بس الصحراء مغربية، واحمد كمان مغربي، يعني احمد الاهلاوي كمان مغربي. يا جماعه كره القدم اول مصر تكسب المغرب تكسب دي حاجات عاديه. اول هنكسبكم الكاس هناخدها اقسم بالله. اول من يفرح واول من يبارك اذا المغرب اخذت كاس العالم. انا بس بحب اهزر معاكم شويه، احب اصحصحكم شويه، لكن احمد مغربي وولاده ان شاء الله هيبقوا يعني مغاربة مصريين بإذن الله. ده هيتحقق إن شاء الله زي ما اتحقق النهاردة وخدنا التصويت إن الصحراء مغربية. حاجة تفرح وانت عايشة وبنعيش حاجات حلوة وانا في المغرب. النهاردة كانت فرحة المغاربة في مجلس الأمن، يعني حاجة كده حلوة، حاجة أشعر القلب. يعني انتصار كأس العالم وانتصار النهاردة والاحتراف النهاردة، انك انت بتودي ملف قوي وبتقنع العالم كله والتصويت كله يجي من صفك. يعني انت ليك كلمة، يعني انت بسياستك الحكيمة وبأمورك السياسية اللي بتنظمها للبلد، وانك انت مسموع، مالكش في الكلام، مالكش في الهري. دايما اللي بيتكلم كتير ده بيبقى على الفاضي وجهجهون، اما الناس اللي بتشتغل في صمت ده بنشوفه في الحكومة المغربية. فوز الأقجع ونجاحاته، ما بيتكلمش كتير، ما بيرغيش كتير، ولكن بنشوف برضو الملك ما بيطلعش يظهر كتير ولا يتكلم كتير، عكس الناس التانية اللي بتتكلم كتير ووجع دماغنا وعلى غلط وعلى غلط. فاحنا بصراحة نتعلم من المغرب النجاحات والإثباتات وحاجات كتير. صحراء مغربية، أحمد الأهلاوي بيبارك لإخواته المغاربة، مليون مبروك ليكم صحراء مغربية. وإن شاء الله أحمد برضو الأهلاوي مغربي، كاس افريقيا ان شاء الله برضو تكون مصريه. طبعا تفكروا اقول المغرب، لا انتوا تكسبوها ابارك، لكن اقول مصر محدش يزعل بقى، تبقى مغربيه ما فيش مشكله، احنا اخوات.